السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض يعني نقرأ خبر مكتوب على موقع دكتور عمرو خالد. الخبر دوت خاص بمليونية اشتري مصر. طبعا الأمانة قبل ما نقول الخبر ده هو فكرة أستاذ عمرو أديب، الإعلامي عمرو أديب، صاحب أو مقدم برنامج القاهرة اليوم. دي فكرته، طبعا جزاه الله كل خير عليها. وتعالوا مع بعض نشوف الخبر اللي مكتوب على موقع دكتور عمرو خالد بخصوص هذا الموضوع. الخبر بيقول حث الدكتور عمرو خالد، عفوا عنوان الخبر: دكتور عمرو خالد وصناع الحياة يشاركان في مليونية اشتري المصري. حث دكتور عمرو خالد شباب مصر بالمشاركة بكل قوة في جمعة اشتري المصري، والتي تهدف إلى دعم شعار صنع في مصر، وكذلك من أجل إعادة عجلة إنتاج المصانع المصرية التي تأثرت اقتصاديا مؤخرا. وقد خاطب دكتور عمرو خالد المصريين بقوله: مثل هذه الحملة الوطنية تستحق منا كل تشجيع واهتمام، ويجب أن نصطف جميعا ورائها دعما لاقتصاد بلدنا التي نفديها بكل ما هو غالي ونفيس. وقد أضاف دكتور عمرو خالد أن هذا دور هام نستكمل به ثورتنا من أجل أحداث نهضة في مصر، فالتنمية ليست مجرد شعارات ولكن بالفعل والعمل والإنتاج. فشراء المنتج المصري يعني أن تدور عجلة الإنتاج وأن تزيد السيولة داخل السوق المصري، مما يسبب في انتعاش الاقتصاد ككل، ويرفع من سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو أمر يعود بالنفع على كل المصريين في كل الخدمات المقدمة لهم. وتعالوا نستكمل بقية الخبر. وقد قال الدكتور عمرو خالد أن على الجميع المشاركة في هذه الحملة، فمن كان ينوي شراء ملابس في ذلك اليوم فليكن من محلات تبيع ملابس مصرية الصنع، وكذلك في المأكل والمشرب وفي كل احتياجاتنا اليومية. ومن جهة أخرى أعلنت مؤسسة صناع الحياة المشاركة في ذلك اليوم من خلال نشر متطوعيها في كل أنحاء الجمهورية أمام الأسواق الكبرى، وذلك من أجل نشر الوعي بأهمية تلك الحملة، ومن أجل تحفيز المشترين بأهمية دعم اقتصاد مصر من خلال شراء المنتجات المصرية. وقال بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة مصر أن دعم هذه الحملة واجب وطني يجب على الجميع القيام به، وأن المؤسسة ومتطوعيها لم يتخلفوا عن أي نداء الوطن في كل موقف يستدعي المشاركة فيه منذ انطلاق مشروع صناع الحياة قبل 7 سنوات من الآن. وجاء في نص البيان أيضا يعلن مجلس إدارة صناع الحياة مصر الانضمام لحملة اشتري المصري، والتي دعا الإعلامي عمرو أديب وتبناها برنامج القاهرة اليوم. وسيقوم متطوعي صناع الحياة بمحافظات مصر المختلفة بالتواجد أمام الأسواق التجارية والمولات الرئيسية لتعريف مرتديها بالحملة وأهمية دعم المنتج المصري في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر. وإضافة إلى ذلك سيقوم أعضاء صناع الحياة بالدعوة للحملة على كافة مواقعها وصفحاتها ونشرها بين شبكة معارفنا. وأخيرا أكد البيان: إذ تؤمن صناع الحياة بأهمية تكاتف الجهود والعمل سويا بإيجابية من أجل بناء مجتمعنا ووضع أسس نهضته، ولذلك فنحن ندعو كل مصري محب لبلده أن يعبر بصورة عملية عن انتمائه وإخلاصه لمصر الحبيبة باشتراكه في الحملة، وحث كل المعارف والأصدقاء على إنجاحها. إن أحد أهم خطوات بناء المجتمعات هي اقتصاد قوي، فلندعم منتجاتنا ونعزز اقتصادنا، فذلك ما حلم به كل مصري شارك أو بارك ثورة 25 من يناير، وكذلك كل مصري غيور على مستقبل الوطن.
دي بالظبط يعني ده بالظبط اللي كان مكتوب على موقع دكتور عمرو خالد. طبعا شكر خاص يعني مؤسسة صناع الحياة ودكتور عمرو خالد، وفي ميزان حسنات يا رب كل من سوف يشارك في هذه الحملة. وطبعا شكر للأستاذ الإعلامي عمرو أديب على هذه الفكرة، جزاه الله كل خير. وطبعا في النهاية بنقول شكر خاص لكل الشهداء وكل المصابين في ثورة 25 يناير. وطبعا اللهم ارحم يعني شهداء الثورة، لأن هم بسبب المصابين كانوا يعني سبب المصابين والشهداء في تعامل حاجة زي كده، وكانوا سبب طبعا في حاجات أخرى كتير زي الانتخابات يعني الجميلة اللي حصلت. بشكركم جدا، ومن يعني جروب إذاعة مع الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.